شفناه في فيلم العالمي ما يعتبرش حلم وإنجاز كبير بالنسبة لنا كمصريين في الفترة دي. يعني مش طموحنا أكيد إن احنا نشوف لاعب بيلعب لنادي فالنسيا في الدوري الأسباني، لأن اوريدي كان عندنا نموذج زي كابتن أحمد حسام ميدو اللي كان في الفترة دي بيلعب لنادي ويجن الإنجليزي، وقبل كده كان في توتنهام، وكمان لعب لأيكس ونادي مارسيليا في الدوري الفرنسي. يعني شفنا وعصرنا في الفترة دي لاعب بيلعب في أندية أوروبية، فما فيش حاجة كانت جديدة علينا، بس في حاجات تانية احنا كمصريين خصوصا يعني للأسف كانت أحلام وردية بالنسبة لنا، زي ما في الفيلم مالك الخليلي بيوصل مصر كأس العالم، واللي كان بيوعد بيه من وهو طفل في أحداث الفيلم. أكيد يعني كل واحد فينا يتمنى الحلم ده يبقى حقيقة، إن احنا نشوف لاعب في يوم ما بيوصل مصر كأس العالم. تخيل نفسك كده انت مؤلف وبتكتب فيلم سينما، هل ممكن خيالك يقدر يوصل لك انك تقدر تكتب مثلا ان في لاعب مصري بقى واحد من افضل لعيبة العالم؟